بصوا البط بتاعي بقى يلعب رياضه من ساعه ما الصندوق ده اتحط هنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. فيديو جديد ان شاء الله يعجبكم وينال استحسانكم. ما تنسوش لو عجبكم الفيديو تحطوا لنا لايك وكمان كومنت حلو زيكم يفرحنا ويشجعنا، وجزاكم الله عنا كل الخير. الكومنتات الحلوة حتى لو دعاء بظهر الغيب بيشجعني والله، وبيخلي عندي حافز كده ان انا اكمل واصور لكم كل يوم ان شاء الله فيديو ودينا مع بعض. ولو عندكم اي استفسار في اي حاجه اكتبوا لي تحت في الكومنتات، انا برد على كل الكومنتات. معذره لو اتاخرت مثلا اليوم اللي بعده، بس ايه، بتبقى ساعات ضيق الوقت يعني. والله العظيم انا ساعات ما بمسكش الموبايل غير هي شويه الصبح وخلاص، الا اذا حد رن عليا مثلا ورديت عليه كل حاجه وخلاص، او عايزه حد ضروري واتصلت عليه. فمعلش يعني ايه، اعذروني. تعالوا نقول بسم الله ونشوف الفيديو بتاعنا بدأ منين وانتهى فين. خير، بسم الله ولا حول ولا قوة الا بالله. مين بقى الشاطر اللي هيقول لي انا قلت يا بشار الخير ليه؟ مش هقول لكم دلوقتي، ماشي؟ ركزوا حلو، ركزوا حلو. شوف مين بقى المتابع الجيد. نقول بسم الله. بقفل الباب بس كده. بصوا البط بتاعي بقى يلعب رياضة من ساعة ما الصندوق ده اتحط هنا. البط بتاعي اهو، بصوا اهي، خرجت اهي. خرجت اهي، ماشي. بس كده ايه، بشار الخير. البطة دي اول مرة ترقد، هي وداني وش ليها، بس الوش اللي فات كان البيض في الاول كده صغير وانا ما رقدتهاش، قلت مش هرقدها. بعدين بيضت البطة البيضة اللي هي اللي جوه دي، قمت انا ايه، سبت بقى البيض اللي حجمه حلو جنب البيضة. فلما لقيت واحدة تانية بتبيض، كنت الاول بديه لحماتي، وبعدين كان بيضة كده الغراب كسرهم فسبته بقى. فالبطة رقدت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم بارك. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة الا بالله، ولا حول ولا قوة الا بالله. هي طلعت اهي، وهنخش نشوف اخبارها ايه. دي ورقة، كنت فاكرة جايب لمبة تانية. يا سيغنن، انزلوا 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 انزلي حبيبة امك، انزلي انزلي. هما دول بطاطين خليط اهم على فكرة، بس حجمهم حلو خليط. النسكوفي بقى اللي هي البيضة، والمرصة بيضة دي، وطبعا اللي مشدودة دي، والذكر اهو، واللي مشدودة دي. بس اللي مشدودة دي ملناش دعوة بقى. فاحنا ايه، عدي 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 جنب اختك، عدي جنب اختك. حد قالك اطلعي؟ حد قالك اطلعي؟ حد قالك اطلعي؟ بس الرصاصي دي حجمها حلو هي والصمت، بس الرصاصي لونها تحفة. الله المستعان. بسم الله الرحمن الرحيم. انتوا بصوا مفرشين ونايمين اهم. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب احنا هنحط لدول بس اكل عشان يهدوا كده علينا، وبعدين نشوف الصغيرين. ما جبتش الاكل بره، جيبه من بره. الخلطه النهارده مزوده فيها، الله اكبر الله اعظم. الخلطه النهارده مزوده فيها قمح. قمح، بصوا خلطه اهي، علف اهو، علف ورده وتشيش وقمح. قمح اهو، حبايه حبايه، ماشي. والعلف والرده الناعمه دي، وقمح تاني اهو، ماشي. بس انا بعد كده هشتري عيش احسن، العيش ارخص. لا اخفي عليكم سر، العيش ارخص اهي. لا اخفي عليكم سرا، العيش ارخص. بصوا دول مفرشين اهو اهو. الاضاءه مش حلوه فانا اهو. تعالوا يلا نخش جوه. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بصوا الذكر ده يستقوى على ده كده. الله اكبر. نحط ده هنا. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. تعالوا نبص. بصوا انا سمعت صوت مصاصيه خفيف بس لسه مش باين عشان النور اسمعه، ماشي. تعالوا نبص عليه. بصوا بسم الله ما شاء الله. ما تفاريش اكتر اهو اهو اهو. والبيض دافي، يعني معنى كده انها مش اول مره تبقى، والبيض دافي
اهو البيض دافي، ودي البيضة اللي هي المسكوفي. بسم الله ما شاء الله. وهي تقريبا لسه بتبيض. عايزين نعد كده 4 5 ودي 4 5 كمان ادي 10 و3 و2 15 20 23. يبقى هي بيضة بيضة وشلنا دي كمان اهي بيضة بيضة، يبقى هي لسه بتبيض برضه. شيل دي حطها عند باب البسكوفي. بسم الله الرحمن الرحيم. مش عارفة اخلط وبيض عشان الوش حتى لما اربيه اللي اربيه يبقى متخلط، ولا اعمل ايه؟ مش عارفة ولا اخليه زي ما هو عشان يبقى تربية واحدة، يبقى حجمهم قريب من بعض ما يبقوش فارقين. وهو الاكل والشرب اصلا بتخلي حاجة. وبعدين هي ما شاء الله اللهم بارك كده بنتكلم في 22 بيضة ولا 23 بيضة، فمش عارفة ازود لها ومش عايزة اشيل بيض واحط بيض بداله. دول بقى كده جعانين برضو. انا ما بقتش اكتر خلطه. بصوا الحمام ما بقتش اكتر خلطه عشان حطينا بقى فيها قمح اصلا بيوزن، وبحط لهم شويه برسيم. ما بنكتر في الخلطه ما بياكلوش البرسيم كويس زي ما هم سايبين ايدين كده. يلا كله خير بامر الله، كله خير بامر الله. اجي الرومي بتاعنا القمر. بسم الله. عندنا بيضتين خير وبركة ورزق. خير وبركة ورزق. وده الدكر اللي انا قلتلكوا عليه. هو الدكر ده اصلا يعني هسيبه ياكل كده شوية وبعدين هنذبحه. طبعا انا مش فاضية ازغط اصلا، بس هو يعني مهما كان لو سبته اسبوع، انا انتوا عارفين انا بتوصى بالطيور، اسبوع بس كده هيظبط الدنيا معاه. الله المستعان. ونرجع بقى ونرجع بعد كده نذبحه ان شاء الله. اسبوع 10 ايام كده. الله المستعان. يعني الجمعة مش الجاية اللي بعدها مثلا. خير كله خير بأمر الله. ودي برضو موجود مع البط اللي هنا لو حاجة فيهم باظت، بس هما لسه يعني قدامهم شوية. هروح املى مية بقى وبعدين ارجع بقى نكمل من عند الكتاكيت. جعان عمال يعمل صوت. بصوا كده الكتاكيت بتاعتنا الحلوة. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. انا مش عايزة اطفلهم اللمبة الصراحة. اهي كتاكيت اهي علف بس اهو. وقلت لكم على الحاجات اللي لو حد عايز يزود حاجة علف بس. وهنحط بقى كمان السقاية. لا انا هطفي اللمبة عشان اضاءة. اهي سقوة مضاد حيوي وسقوة فيتامين أ د ه اللي انا وريتهم لكم في اول فيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا يبارك لنا وليكم ويرزقنا واياكم من الرزق الحلال الطيب المبارك. النهارده اليوم الثالث للكتاكيت. ما شاء الله اللهم بارك. هم حجمهم حلو وحيوتهم حلوه. كتكوت الحمد لله كويس مش عرقان. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالنا وحالكم. ما عندناش نافق غير هو واحد بس هوريهولكم اهو. ده عادي بقى، ممكن يكون السره بتاعته اصلا ما كانتش قافله بس. طبعا في حاجات رافع مناعه وحاجات لزياده الوزن، وانا بقول لكم عليها كل فيديو. نحط سمسم، نحط بيض مسلوق. انا الصراحه الدوره دي هربيها من غير اي حاجه خالص. انا مش فاضيه لاي حاجه. بصوا هما علف وميه وبس. حتى التحصينه الاولانيه والتانيه وخلاص. الله المستعان. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح لنا وحالكم. التحصينه التانيه هقول لكم ميعادها امتى، ولا هنعمل اعشاب ولا نعمل حاجه. لو عملت حاجه برضه هقول لكم. يعني تبقى كلها حاجات بسيطه كده، يعني تربيه ايه اللي هي السهل الممتنع. نعمل سقوة شيح، كل حاجه ان شاء الله في وقتها يعني بامر الله.
تنسق وتشيح كده يعني. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالنا وحالكم يا رب، اللهم امين. يا رب. عفوك ورضاك يا صاحب العفو والرضا، اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم امين. انا دورة الكتاكيت دي ما كانتش في نيتي والله، انا كنت عايزه اجيب فراخ بلدي، بس ان شاء الله هجيب بلدي عشان الناس اللي مستنيه دورة البلدي. هجيب بلدي بعد ما دول الصندوق يصغر عليهم واشوف هحطهم فين، اكون ظبطت دنيتي كده. الله المستعان. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالنا وحالكم. بس الدكر ده ما شاء الله اللهم بارك، على فكره هو حجمه كبير كبير يعني، انا اصلا خايفه منه من التكسير، مش عارفه هو هيعرف يكسر، فانا بقول انا كده كده اسيب اخواته اللي هم البرابر. هيعرف يكسر بالوزن التقيل ما شاء الله اللهم بارك. يعني الدكر اللي هناك الخليط ده سلالته حلوه قوي، يعني هو حجمه حلو، مش مش ضعيف، وده فارق عنه خالص. طبعا البلج اللي جوه فارق عنهم خالصين كمان، فالله المستعان الله المستعان. ده مسكوفي يا جماعه اصلي R41، ده لو سبته انا معرفش هيعرف يكسر ولا ايه، لان هو حجمه تقيل تقيل بزياده يعني ما شاء الله اللهم بارك. ولسه هو ما جاش لعمر التكسير اصلا، فلسه هيتقل عن كده. فالله المستعان، هنشوف هنعمل ايه مع بعض، ودينا ايه مع بعضين. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح لنا حالكم يا رب، اللهم امين. ويرزقنا واياكم الرزق الحلال الطيب المبارك. دولت اهم ما شاء الله مفرشين اهم كويسين، اللي بياكل واللي بيشرب واللي بينقر هناك. ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم. هنغطي عليهم بقى ونشغل لهم اللمبه وخلاص. وان شاء الله هتعرفوا انا هعمل ايه الفتره اللي جايه اهو، ان شاء الله هنعرف هنعمل ايه الفتره اللي جايه. مش عارفه اسيب الدكر ده ولا اسيب الدكر ده، مش عارفه. انا اصلا عايزه اخد سلاله بقى يعني وخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. اما نشوف احنا هنعمل ايه، اشوف انا هعمل ايه. وبرده يعني والله العظيم بجد انا بستفاد بخبرتكم، فانتوا قولوا لي برده الدكر ده هيبقى كويس لو كسر. دوكا اصلا ما شاء الله اللهم بارك حلو، ده حلو بصوا، ده حلو سحبته حلوه وجميل اللهم بارك. برضو اللي جوه دكر بلدي فارق عنهم خالص، بس خير ان شاء الله. انا لسه قدامي شويه افكر عشان نشوف اللي احنا هنذبحه واللي هنشيله وهكذا، قبل ما نستعمل حاجات في الفريزر وبعدين نحطه بدلها بقى. الله المستعان. تعالوا بقى نغطي على دول ونجيب شويه برسيم نشغل لهم اللمبه الاول. الله بس كده شغل اللمبه. هانت. هي الفترة اللي جاية دي فترة تفكير كده وفترة صعبة شوية، بس بعد كده كل الأمور هتبقى تمام. صح الطيور بتشغل البال، بس ربنا يا رب يشغلنا بما ينفعنا وما يفضناش، ما يجعلناش من الناس الفاضية، الناس اللي بتجيب في سيرة ده وسيرة ده. ربنا يا رب يصلح حالنا وحالنا، والله هو خير ورزق وجاي لنا لغاية عندنا. ربنا يبارك يا رب ويحسن ما بين ايدينا وايديك ويصلح حالنا وحالكم. يعني بصوا انا جملت وهديت الفتره اللي فاتت برضو من الطيور، ربنا يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويصلح حالنا وحالكم. ممكن يوم الجمعه ان شاء الله الجمعه الجايه دي ابقى اذبح بقى طيور، اذبح وانضف، يذبح لنا كام بطايه كده نوسع الدنيا شويه. الله المستعان. خير بأمر الله. طيب خلاص كده بقى، اقول لكم اشوفكم فيديو جديد ومع السلامه.